القصور الذاتي الدوراني بيختلف العادة. طبعا في البداية بنتذكر القضية العادلة، القضية الآمنة، القضية الملهمة، قضية فلسطين وقضية القدس وغزة التي تنتفض وطوفان الأقصى. القصور الذاتي الدوراني، احنا أخذنا مفهوم القصور الذاتي اللي هو مقاومة التغير في حركة الجسم، وذلك الجسم عندما يتحرك في خط مستقيم، ولكن عندما يتحرك الجسم حركة دائرية فهل له قصور ذاتي؟ الإجابة نعم. عشان كده عندنا فرق بين القصور الذاتي والقصور الذاتي الدوراني. القصور الذاتي اللي هو مقاومة الجسم لتغير حالته الحركية، ان الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى متحرك في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوة تغير من حالته، بيعتمد على كتلة الجسم. كل ما بيزيد الكتلة بيزيد القصور الذاتي، وهذا درسناه في مقام. أما القصور الذاتي الدوراني هو مقاومة الجسم ليغير حركته الدورانية، ان الجسم الساكن يبقى ساكن والجسم الذي يدور يستمر في دورانه كما هو ما لم يؤثر عليه عزم القوة، وده بيعتمد على توزيع الكتل في الجسم. هناخد العوامل بعد شويه. هتلاحظ هنا انه الشكلين دول انه هنا يقول لك من الصعب ان يدور، وهنا من السهل ان يدور. فكر لغايه لما نجي. هتلاحظ هنا بيقول لك في الصوره التاليه قارن بين كل زوج من حيث القصور الذاتي الدوراني. هنا الشكل واحد، الكلب ذو القوائم القصيره له قصور ذاتي دوراني اقل، فبيتحرك اسرع من الغزال اللي له قوائم طويله. وليس المقصود هنا اللي هي السرعه ان مين يسبق مين، لا، انا بتكلم على سرعه الدوران بتاعتي. فبنلاحظ انه في حاله الكلب بيكون اسرع من الغزال. هنا العصا القصيره بتاعت البيسبول لها قصور ذاتي دوراني اقل، فبيسهل ايقافه وتحريكه عن العصا الطويله. هنا البندول الاقصر له قصور ذاتي دوراني اقل، فبيتحرك للامام والخلف اسرع من البندول. البهلوان بيمد ايده وبيمسك بعصا طويله عند المشي على الحبل عشان يزود قصوره الذاتي الدوراني، فبيحظى على اتزان ويقاوم الدوران ويحظى بوقت اطول لضبط مركز ثقله. طب هل الانسان يستطيع يغير عزم قصور الذاتي الدوراني؟ نعم، بتغيير وضع جسمه زي لاعب اليد. ايه بقى العوامل توقف عليها القصور الذاتي الدوراني؟ موضع محور الدوران بالنسبه لمركز الكتله. فالقصور الذاتي الدوراني بيقل كلما اقترب مركز الكتله من محور الدوران، والقصور الذاتي الدوراني بيكون اقل عند توزيع الكتله نفسها داخل الجسم وتكون اقرب من محور الدوران. علشان كده بنقول القصور الذاتي الدوراني ليس كميه محدده للجسم. ثاني عامل شكل الجسم وتوزيع الكتله، وده بيختلف بحسب توزيع الكتله، مقدار كتله الجسم. هنا انشطه، الافضل الجري بساق مثنيه ام بساق ممدوده؟ طبعا الحدث الجري بساق مثنيه اسهل. ليه؟ لانه عند ثاني ساق بيقل عزم القصور الذاتي الدوراني، لانه بيقل ان توزيع الكتله بيكون داخل الجسم اقرب من محور الدوران. طيب لو عندي جسمين مربوطين بخيط معلق في حامل زي قلم ومسطره، الحدث المسطره دورانها حول محورها اصعب من دوران القلم. ليه؟ لان المسطره لها قصور ذاتي دوراني اكبر لكبر كتلتها وهكذا. طيب نشاط ثاني، لو انت عندك كورتين لهم الكتله نفسها ولها القطر نفسه، ولكن واحده منهما مصمته والاخرى مجوفه، تتركز كتلتها على سطحها ويدوران حول محور يمر بمركز كتلتين. الحدث ايه اللي هيحصل؟ لا تدوران بنفس السرعه. ليه؟ لان قصورهم الذاتي الدوراني اختلف. ليه؟ لان كتلتهم موزعه بطريقه مختلفه، لان واحده مصمته والثانيه مجوفه. برضه نشاط، حاول امسك قلم وارجحه بايدك من المنتصف ومن الطرف، ولاحظ ان ارجحه القلم الرصاص بين الاصابع اسهل اذا ثبت من وسطه، لان ذراع الرافعه بيكون اصغر، فبيكون القصور الذاتي الدوراني اقل، فبيكون السرعه اقل. برضه دي امثله عدت علينا. هنا بيقول لي ليه البهلوان بيمد او يمسك بعصا طويله عند المشي على الحبل حتى يزيد من قصوره الذاتي الدوراني؟ فبيحافظ على اتزان ويقاوم الدوران ويحظى بوقت اطول لضبط مركز ثقله. كيف يستطيع الانسان تغيير عزم القصور الدوراني؟ بتغيير وضع الجسم زي ما قلنا قبل كده، زي لعب الجمباز. نذكركم بطوفان الاقصى. طيب ايه بقى العوامل؟ قلنا لوضع محور الدوران وشكل الجسم وتوزيع الكتله ومقدار كتله الجسم. طب في فرق بين الكتله والقصور الذاتي الدوراني؟ نعم. الكتله والقصور الذاتي عموما كميات بتقيس ممانعه الجسم لتغيير حركه، انما الكتله خاصه بالحركه الخطيه، اما القصور الدوراني ممانعه الجسم لتغيير الحركه الدورانيه. الكتله ثابته، انما القصور الذاتي الدوراني بيتغير بتغير محور الدوران. هنا لاعبو الجمباز بيغيروا قصورهم الذاتي الدوراني زي ما قلت لك. ليه؟ لانه بيغيروا توزيع الكتل حول محور الدوران. ليه؟ لان التغيير في وضع الجسم بيغير من مقدار القصور الذاتي الدوراني.
هنا برضه عندما تتأرجح ساقك من مفصل الفخذ، لماذا يقل عزم القصور الذاتي الدوراني عند تثبيتهما؟ ليه؟ لأن المسافة بين الكتلة ومحور الدوران تكون أقل. بقول لي هنا قارن بين القصور الذاتي الدوراني للقرص والقصور الذاتي الدوراني للعجل. القصور الذاتي الدوراني للقرص أقل. ليه؟ لأن معظم كتلة القرص قريبة من محور دوران، لأن القرص بيبقى مصمت يعني. ده مقصد الصورة. قوانين القصور الذاتي الدوراني بفكركم لمعركة الأمة الكاملة، الأمة العربية والأمة الإسلامية بإذن الله تنتصر بسبب اختلاف القصور الذاتي باختلاف شكل الجسم، يشير إلى معادلة حساب القصور الذاتي الدوراني. دي معادلات موجودة في الكتاب لا تحفظ، لكن بتبين لي إنه اختلاف توزيع الكتلة. يعني مثلا هنا I بيساوي ام ار تربيع، هنا 1 على 12، هنا 1 على 3، هنا ام ار تربيع، هنا 2 على 3، فتوزيع الكتل بيختلف. وبالتالي بتلاحظ ان مثلا لو انت عندك كره مصموته وكره مجوفه، رغم ان هي كره بس توزيع الكتله اختلف، فالمعامل اختلف، فالقصور الذاتي الدوراني بيختلف. بنفترض ان احنا عندنا تساوي الكتل ونصف القطر او الطول، اي من الاشكال يبدا الدوران حول محور بسهوله. قال لك العصا حول محور يمر في وسطها. ليه؟ لانه هنا هيكون القصور الذاتي الدوراني بتاعها هيكون اصغر. البندول البسيط والعجله الصغيره حول محور عمودي على مستوى مر بمركزها بيكون دورانه ايه؟ اصغر. ما هي معادله القصور الذاتي الدوراني بقى عند محور الدوران في الوسط؟ هنا اي هو القصور الذاتي الدوراني، او بنسميه اي نوت بيساوي ام ال تربيع، وهنا بالتالي تبقى الوحده اسمها كيلو جرام في المتر تربيع. في نظريه اسمها نظريه المحور الموازي. دي نظريه عملها عالم اسمه هوجنس، بتسمح لنا بحساب مقدار القصور الذاتي الدوراني للجسم لما بيدور حول محور يوازي المحور المر بمركز ثقله. زي هنا هو انا هنا المركز، وهنا في جسمي بيدور حول محور يوازي هذا المحور المر بالمركز، وهنا في مسافه بينهم اسمها دي، فبنقول اي اللي هو القصور الذاتي الدوراني كله بيساوي اي نوت اللي هو القصور الذاتي الدوراني حول المحور. ده لا يحفظ، يعطى من العلاقه زائد ام دي تربيع، اما دي هي البعد بين المحورين بهذا الشكل. هنا جايب لي احسب القصور الذاتي الدوراني لاسطوانه مصمته كتلتها 3 كيلو جرام قطرها 20 سم وتتدحرج على منحدر، ومديني القانون بتاعه، فانا ما بحفظوش هنا نص ام ار، فبعوض نص ضرب 3 ضرب هنا القطر 20، باخد نص القطر اللي هو 10 واضربها في 10 والسالب 2 عشان احولها من سنتيمتر الى. هنا في عصا، والعصا ديت طولها 65 سم ومهمله الكتله، بتنتهي بكتلتين نقطيتين اهم زي ما انت شايف. هنا الكتله الاولى عند محور الدوران، الكتله الثانيه بتبعد. هتلاحظ ان الكتله الاولى اللي عند المحور لا يوجد لها قصور ذاتي دوراني لانه ليس لها بعد، انما الكتله الثانيه لها، فبنقول اي ام 1 زائد اي ام 2 زائد اي رود اللي هو بتاع العصا. ليه؟ لان النظام مؤلف من كتله واحد كتله اثنين وعصا. العصا مهمله الكتله فقصورها الذاتي الدوراني بصفر. الكتله الاولى عند المحور فقصورها الذاتي الدوراني بصفر، فاصبح الاي هيساوي القصور الذاتي الدوراني بتاع الكتله اللي هي الثانيه، فبتعوض فبيطلع بهذا الرقم. طيب افرض بقى ان العصا حول مركز كتلتها قصور الذاتي الدوراني للنظام، بعمل يعني. طب لو الكتلتين بقى اصبحوا على الطرف، يعني نرجع هنا، لو نفترض ان المحور بقى هنا في النص، اصبح هنا في كتلتين بيبعدوا عن المحور نفس المسافه، فبالتالي باخد واحده واضرب في كام؟ في 2 بهذا الشكل. هنا مسألة هامة في كتاب المدرسة، احسب القصور الذاتي الدوراني للنظام المؤلف من كورتين من الحديد متماثلتين، كتلة الواحدة 5 كيلو جرام، نصف قطرها 5 سم، مثبتتين على طرف عصا كتلتها 2 كيلو جرام، وطولها ال للمسافة بين مركزي الكتلتين، يعني المسافة بين مركزي الكتلتين كلهم 2. نركز هنا في الهواء. فهو عايز بقى القصور الذاتي الدوراني الإجمالي يعني، ومديك القصور بتاع العصا والقصور بتاع الكرة، قوانينها لا تحفظ. طيب طول العصا، طب اجيب طول العصا ازاي؟ باخد المسافه دي كلها اللي هي 2 واطرح منها انصاف الاقطار دي. طب هنا نصف القطر 5 سم وهنا 5 سم مجموعهم 10 سم، احوله يبقى 0.1 اطرحه من 2 يطلع 1.9 متر. بعدين اروح اجيب الكره الاولى والكره الثانيه بيبعدوا عن محور الدوران نفس المسافه، فلو جبت القصور الذاتي الدوراني بتاع الكره الاولى يبقى كاني جبت الكره الثانيه. فهنا القصور الذاتي الدوراني بتاعي عباره عن اي نوت زائد ام دي تربيع. ليه؟ لان الكره لا تدور حول محورها، انما تدور حول محور يوازي المحور المر بمركز ثقلها، فباخد اي نوت اللي هو 2 على 5 ام ار تربيع اللي هو الكره زائد ام دي تربيع، بعوض يطلع معايا 5. اجيب بقى مين؟ بتاع العصا، فباخد هنا بقى
اي نوت زائد ام دي تربيع. تمام كده معايا؟ هنا الاي نوت بتاعي اللي هو 1 على 12 ام تربيع زائد ام دي تربيع. طب العصا هنا بتدور حول مركز ثقلها، فبعتبر ان هو اي نوت بس، عشان كده بعوض بكام؟ بصفر عندي، فبيطلع معايا 0.6. اجمع بقى الكره الاولى والكره الثانيه والكره الثالثه. الكره الاولى والثانيه زي بعض، 5 زائد 5 زائد 0.6، فيطلع معانا 10.6 كيلو جرام في التربيع. بكده بنكون خلصنا القصور الذاتي للدوران. في النهايه يعني لا ننسى نذكركم بطوفان الاقصى ومعركه الامه العربيه والاسلاميه ومعركه العدل ومعركه السلام على مستوى العالم، ان نتذكر هذه القضيه وان نذكر بها انفسنا وابنائنا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.